أنا جاهزة وبستنى صاحبتي تيجي تاخدني. وأقول بسم الله، توكلت على الله ويلا رايحين. حماس حماس، متحمسة. هلا، يسعد اوقاتكم، يعطيكم العافية. فلوج اليوم يا جماعة حماسي، فلوج السفر. اوكي، صرنا في المطار انا وصاحبتي هناك كارول، وهاي غراضنا. انا ماخذ الشنطة، قلب لحاله لحظة. انا ماخذ الشنطة، شنطة واحدة وهي ماخذة 1 2 3 4 5 6 7 شنطات. وانا الشنطة واحدة. المهم، طيرتنا على 6:45 وإسا الساعة 3:30، فرح نتسهل قريب إن شاء الله. وأولادي يعني الحمد لله، وأولادي استودعتهم الله وخالتهم ما بتأثر الحمد لله. شو كمان شو كمان، حرام ريان كان حابب يجي معي، قلت له يا ماما وين؟ ما بقدر. المهم ضل خليتهم معاهم وبس متكلين مت 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 كيف متجهين إسا، متجهين على راح يكون عندنا محطتين. فأول محطة إسا على 6:45 طيارتنا، 6 ساعات، وهناك بس نوصل عندنا ساعة انتظار، بعدين بناخد طيارة 11 ساعة ونص للمحطة الثانية. أو شو كمان شو كمان، شو كمان، بحاول ما أنسى شيء. 11 ساعة ونص، وراح نستنى في المحطة الثانية 3 ساعات. كل يوم راح يروح هيك في السفر. اوكي، صارت في ما بعرف تعطيلات، انا ما كلتها على رب العالمين. طلعت الرحلة، طلعتها الحمد لله، فيها خير لإلي بطلعها، ما فيها خير لإلي خلاص ما في نصيب، وبرجع البيت وتمام وكل شيء تمام، وما في يعني الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. اللي صار، انا مش ماخذة التطعيم للكورونا. صاحبتي ماخذة التطعيم وانا ما اخذت تطعيمات، بس حسب ما هي فهمت وانا فهمت، يعني اتصلنا كذا مرة على شركة الطيران، هي عاملة محطتين قبل ما نوصل الدولة اللي رايحين لها. فالمحطة الأولى سان فرانسيسكو، ولما جينا بدنا نعمل تشيك إن لإلي، وقلت لهن أنا ما ماخذ التطعيم، بس عملت الفحص الكورونا، عملت الفحص زي ما قالوا. احنا تأكدنا من شركة الطيران ومن الشاب اللي باع التيكت لصاحبتي، تأكدنا منه، قالنا فحوصات، اعملوا فحص كورونا. هي ماخذ 3 إبر تبعون الكورونا، أنا مش ماخذة ولا إبرة. فقال لي لازم تعملي فحص الكورونا، فعملت فحص الكورونا. فهون قالوا لي لا، أمريكا ما بتقبل أي حدا بدون تطعيمات الكورونا. فصاحبتي عملت التشيك ان، بدها تخلص التشيك ان، بتقول لي بدي احاول اشوف لك طيران تاني ما يكون فيها يعني، بدها تحاول تلاقي دايركت للدولة اللي احنا رايحين لها، او اذا يعني محطة بس مش امريكا، محطة اللي تقبل انه افوت بدون تطعيم، افوت بس في فحص الكورونا. فبنشوف، بستنى لعله خير. اوكي، اللي صار يا جماعة، ما سافرت، صاحبتي إسا بدها تدخل، بدها تفوت. اللي صار صراحة تعبانة، وجهي حالته حالة، وتعبت. الساعة 5 الصبح،
وانا مش نايمة من، يعني يعتبر خلاص صار امبارح الصبح، يعني مش نايمة. اللي صار، انا مسافرة على امريكا قبل، ومسافرة معاها هي بس سافرنا في السيارة، يعني في البر. فبيقولوا في الطيران في الجو لا، قوانين تانية، في قوانين تانية غير عن قوانين البر. ففي قوانين البر أنا دخلت أمريكا حتى بدون فحص كورونا، ما عملت فحص كورونا، لا فحص كورونا ولا ولا تطعيم. بس طيران جوي بدهم تطعيم. المهم، هي اللي دافعة. قلت لكم أنا يعني ما قدرت أسافر بسبب الماديات. هي اللي عرضت الرحلة هاي، وقالت إنه هي بتدفع وأنا أدفع لها إياهم بالأقساط. اللي صار الرحلة هاي $1000. فقامت قالت لي ولا بخليكي، مستحيل أخليكي. فبعد ما عملت تشيك إن للشنطات قعدنا على جنب وضلت تدور رحلات. قالت لي ما بخليكي، ما بتركك. أغلب الرحلات كانت بتوقف في نيويورك وفي أمريكا، في سان فرانسيسكو. بالآخر لقت رحلة بتوقف في كوريا، بس غالية كتير، $3000. فقلت لها لا كتير عليكي هيك. فقالت لي إيناس المصاري بتروح وبتيجي وبنعوضهن، بس هاي فرصة ما بتتعوض. يعني أخيرا خططنا للرحلة وراح نروح نزور كذا دولة ونكتشف أماكن، وانتي تزوري أماكن لأول مرة، ففرصة ما بتتعوض، فما راح أخليكي. فحرام ما قبلت تخليني، ويعني ودفعت $3000 فوق $1000 اللي قبل. فبس رحلتي راح تكون على 11. هي رحلتها الساعة 6، أنا رحلتي على 11، بس أنا بوصل بعدها بساعة، لأنه هي رحلتها محطتين بتوقف، أنا رحلتي بوقف محطة واحدة، فبوصل بعدها بساعة. راح تستناني في المطار يعني، وترام راح أروح حرام. كل ما يعني دايما تذكر بتقول لي إيناس ما بنسى كيف وقفتي جنبي ووقفتي معي وما خلتيني. وأنا يعني غريبة علي، أنا لسه بعرفها، تعرفنا جديد قبل 8 سنين هذا الحكي. فأنا ومعي أطفال صغار وهي ومعها أطفالها شوي أكبر من أولادي، هي أكبر مني. طيب إجت بحكي لكم قصة واحدة، خليني أكمل. أولاد، يعني هي معها 3 أولاد وأنا معي 3 أولاد، بس هي أولادها أكبر من أولادي وهي أكبر مني. ابنها الصغير كان عمره 8 سنين لما أنا عرفتها، 8 سنين إلا يعني 7 سنين ونص هيك شيء. قبل 8 سنين طبعا. فالتقيت فيها هيك، وكنا في محل فأنا بضحك لابنها وبلعبه، لأن أنا بحب الأطفال. فبلشت تدردش معي وهيك، وفجأة صارت تبكي إنه كانت جاية جديد على كندا ومعهاش أوراق ومعهاش، يعني ما عندهاش دخل. وأنا وقتها كنت يعني دخلي كتير قليل ومعيش غير $100 في الشنطة، 50. لما صارت تبكي وشفتها كيف يعني مقهورة ومعهاش ومعها 3 أطفال، حسيت فيها، لأنه أنا بنفس موقفها وبنفس وضعها ومعي أطفال. فما قدرت، فقمت فتحت بصداني، طلعت لها 50، يعني قسمتهم بيني وبينها. صارت تبكي وتحضن فيه، وهون بلشنا تعرفنا وصرنا صحبات وهيك. فحرام ما بتخليني لما بتشوفني يعني بتقولي ما بنسى وقفتك معي وهيك. فإن شاء الله يعني إن شاء الله الرحلة تكون حلوة وننبسط أنا وياها
نستمتع في الرحلة، هو هدفنا الاستمتاع يعني، وبس. هاي القصة. فأنا رحلتي على الساعة 11. هي راح توقف في سان فرانسيسكو، وبعدين المحطة الثانية هونغ كونغ. مش هونغ كونغ، المحطة الثانية تبعتها اليابان. في اليابان. أنا محطتي بس محطة واحدة، كوريا، وبس. وبعدين بنلتقي، ما راح أقول وين بنلتقي، بس أوصل هناك بتشوفوا. راح أنهي الفيديو هون لأنه صار طويل ومش عارفة شو أسميه. ما كان في التخطيط. كنت مفكرة أوصل سان فرانسيسكو وأصور لكم يعني شوارع سان فرانسيسكو وأقول لكم وصلت في أمريكا سان فرانسيسكو، بس الخطة تغيرت، فمش عارفة شو أسمي هذا الفيديو. على كل شكرا على المتابعة، ويعطيكم العافية. سلام، باي باي. وما قدمت الفيلم، نسيت أعمل لكم الانترو. يلا هسه بعمله وحطه في البداية.